السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد بن خليفة وفضيحة الاتحاد المصري ونادي الزمالك. قبل ما نعرف التفاصيل يا ريت ما ننساش نصلي على النبي في التعليقات وتدعمنا بلايك وشير، واذا كنت بتشاهدنا لاول مرة يشرفنا اشتراكك في القناة عشان تشوف كل جديد. بعد قرار رابطة الأندية بحرمان الأهلي من جمهوره في مباراتين متتاليتين في الدوري الممتاز بدعوى إنه سب وشتم وبدون لائحة بالاتحاد والرابطة تؤيد هذا الإيقاف، تدخل رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة وصرح قائلا: أنا لم أرى في حياتي اتحاد يهاجم ويتحدى نادي مثل الاتحاد المصري ومحاربته للنادي الأهلي، فماذا فعل جمهور الأهلي ليحرم من حضور مباريات ناديه؟ وكيف يكون هناك عقابا بدون نص في اللائحة، ولائحة العقوبات ليس بها نص يؤيد هذا الإيقاف؟ إن تصرف الاتحاد المصري مع الأهلي من تجاوزات وتحدي، ومن قبل إخفاء جواب الاتحاد الإفريقي وعقابه للأهلي الدائم، وفي نفس الوقت الذي يقوم به رئيس نادي الزمالك من تجاوزات في حق الجميع، وخاصة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب الأسطورة الرياضية والإدارية، والتجاوز عن معاقبة رئيس نادي الزمالك نهائيا ومجاملة نادي الزمالك في جميع تجاوزاته لشيء عجيب يفوق الوصف. أقسم أن لولا تدخلات الاتحاد المصري المتعسفة في حق النادي الأهلي وحربه الواضحة للجميع للنادي الأهلي لحصد الأهلي كل البطولات التي يشترك فيها بدون منازع، فليس هناك منافس للأهلي سواء مصريا أو أفريقيا أو عربيا، وهذه حقيقة نعترف بها نحن القطريين ولا نستطيع إنكارها. وأعلن لجمهور الكرة الأهلاوي والمصري إنني شخصيا قد اتصلت بأسطورة الكرة المصرية كابتن محمود الخطيب ودعوته لحفل افتتاح كأس العالم 2020 بقطر، وأبدى كابتن محمود الخطيب موافقته المبدئية. فأسطورة مثل كابتن محمود الخطيب هي شخصية تشرف وتضيف إلى أي بطولة يحضر بها سواء كرياضيا أو إداريا. ودي كانت نهاية الحلقة، ويا ريت ما تنساش تدعمنا بلايك وشير واشتراك في القناة وتدعيم زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.